طيب كلمتك الفيديو اللي فات عن المشاكل اللي بتقابل الاهلي الفتره دي، ما بين مشاكل كتير في النادي جوه، ما بين مجالس اداره، ما بين حسام غالي والخطيب وفيزا ومش فيزا وحوارات كتير، مع مشكله المدرب، مع حوارات كتير جدا عماله تحصل في الفرقه، تجديد لاعبين ومش تجديد عقود والقصص دي كلها. لو عايز تشوف الفيديو اللي فات، الفيديو ده هكلمك ايه اللي الاهلي ممكن يعمله بكره عشان نتخطى العقبه دي وربنا يكرم وناخد الثلاثه بونت، لان احنا لازم ناخد الثلاثه بونت بكره. انت لو ما خدتش 3 بونت بكره انت هتتفسح. الزمالك هيفرق عنك ب8 بونت مع قدوم بيراميدز اللي ركب القطر بتاعه خلاص. بيراميدز كسبان طلع الجيش امبارح 4-0، وحرفيا بيراميدز مش هيخلي حد، خصوصا بعد ماتش اهلي جده اللي رفع معنوياته للسماء يعني. طيب ايه اللي ممكن انت تعمله بكره؟ طبعا حراسه المرمى كده كده محمد الشناوي. خط الدفاع في ظل الغيابات اللي عندك اكيد هيبقى ياسين مرعي وياسر ابراهيم. طيب الباك رايت مفيش حلول، مفيش حتى نقاشات يعني، اكيد محمد هاني وربنا يستر. وحرفيا محمد هاني بكره لو ما ركزش مع شيكو بنزا اقسم بالله هيتاكل عليه عيش للصبح يعني. طيب الجنب الشمال اكيد هيكون يا اما كوكا يا اما مصطفى العش. انا شايف ان كوكا يبدا، مصطفى العش بيعمل مسباسات كتير ومش بيركز كتير، فكوكا احسن الوحشين يعني زي ما بيقولوا، خصوصا في غياب محمد شكري طبعا. خط النص ديانج مش هيبدا اساسي، ديانج مش هيبدا اساسي، ده طبيعي خصوصا بعد المستوى المزري اللي عمال يقدمه الفتره اللي فاتت. فاللي هيبدا مين؟ غالبا هيكون مروان عطيه مع محمد علي بن رمضان، وغالبا يعني هيكون تريزيجيه ثالثهم في خط النص قدام. واتمنى ده اللي يحصل يعني، انا بقول لك اتمنى ده اللي يحصل، ان مروان ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه يبقى خط النص. والله تريزيجيه في خط النص بيبقى حلو احسن من ما بيبقى قدام خالص يعني. قدام بدون اي فلسفه وبدون اي عجرفه، ابوس ايدك طاهر مع بن شرقي وقدامهم شريف، لان انت ما عندكش حلول تاني. لكن هتعك بقى وتعمل اي عك غير كده يبقى اتمنى ما يحصلش يعني اي عك. ليه الثلاثه دول بالذات؟ ليه طاهر، محمد طاهر ومحمد شريف خصوصا، وتريزيجيه في الهاف رايت؟ ليه القصه دي كلها؟ لان انت بكره غالبا هتضغط، غالبا الزمالك هيلعب عليك كوره، غالبا الزمالك هيستحوذ عليك بكره. ليه؟ الزمالك عنده نص المهر وعبد الله السعيد هيمسكوا كوره في نص الملعب، زائد خوان بيزيرا وشوكو بانزا الاثنين برضو بينقلوا كوره حلوه. ضيف عليهم بقى عدي الدباغ في الضغط العالي، فانت غالبا بكره هيتضغط عليك، انت غالبا بكره هيتلعب عليك ضغط عالي. الحل الامثل ايه؟ تلعب هجمات مرتده. عشان اعمل هجمات مرتده اعمل ايه؟ عندي طاهر وعندي محمد شريف وعندي تريزيجيه، سرعات يا معلم. ابوس ايدكم نستغل الهجمات المرتده بكره. انا بقول لك مليون في الميه ماتش بكره هيكون فيه هجمات مرتده كتير جدا للاهلي. لو استغلها الاهلي بكره في ماتش الزمالك هتكسب وفرق سكور كمان. ليه؟ لان الزمالك زي ما قلت لك هينزل ضغطك، خصوصا مع وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر هيمسكوا عليك كوره ويقسموا في نص الملعب. انت لازم تستغل هجمات مرتده، لازم تلعب هجمات مرتده بكره، ملهاش حل تاني وربنا يستر.